كل سنة وانتم طيبين. معاكم مصطفى سعد وحلقة جديدة من سلسلة شخصيات في الإسلام. عدى 10 أيام من رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويبارك لينا في اللي باقي من رمضان إن شاء الله. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن فترة الرسول الكريم والخلفاء الراشدين واللي انتهت بمقتل الإمام علي وقيام خلافة التوسع. الدولة الأموية مش هنتكلم عن شخص بعينه النهاردة، لكن بشكل عام الخلافة اللي استمرت لمدة 90 سنة. وفي الحقيقة لو جينا بصينا لحجم المملكة الإسلامية في الأربع خلافات هنلاقي إن الدولة الأموية رغم إنها مش أطول مدة لكن هي أكبر مساحة أو أكبر فتوحات تمت، وصلت لأكبر اتساع ليها من حدود الصين في الشرق لحد جنوب فرنسا، وترتيبها بالنسبة لأكبر الإمبراطوريات على مدار التاريخ الإنساني كله كان رقم 5. طبعا اللي أسسها كبير بني أمية معاوية ابن أبي سفيان. بعد الفتنة في عهد الإمام علي وتقسيم الأراضي الإسلامية وفور مقتل الإمام أعلن قيام أول مملكة يورث فيها الحكم في التاريخ الإسلامي. طبعا قبل كده كان الحكم بنظام الشورى. طبعا الفتوحات كانت ماشية كويس جدا في عهد الفاروق عمر، وبعد موته الخلافة راحت لسيدنا عثمان وبعد كده سيدنا علي. وفي الفترة ديت بسبب الفتن والخلافات ما بين المسلمين الفتوحات وقفت بشكل فعلي. ولكن بعد سيطرة معاوية على الحكم وقيام الخلافة الأموية ابتدى الزحف بالفتح وتوسيع المملكة شرقا وغربا. بالنسبة لأفريقيا طبعا هي كانت واقفة لحد حدود ليبيا كده تقريبا. لو تفتكروا في حلقة عمرو بن العاص ان كان بأمر منه لعقبة بن نافع ان فتح طرابلس وبرقة، ومن بعد عقبة بن نافع وفتحه للمنطقة ديت وقفت الفتوحات تقريبا 13 سنة. وزي ما بنقول بعد ما سيطر معاوية على الحكم ابتدى الزحف نحو شمال أفريقيا كلها، وحصل توسع كبير ووصل للقيروان ومنها للمغرب. أما في الشرق الفتوحات كملت في غرب آسيا ووسط آسيا وبلاد ما وراء النهرين. وبعد 20 سنة توفى المؤسس معاوية وتولى ابنه يزيد اللي في عهده استشهد عقبة وانسحبت قوات المسلمين ورجعت تاني لبرقة. ورغم ان فترة يزيد ما كانتش طويلة جدا لكن كلها كانت فتن وانقسامات، وحصلت فيها المعركة الشهيرة كربلاء واللي استشهد فيها سيدنا الحسين بن علي. ما طولش كتير يزيد في الحكم وتوفى سنة 64 هجرية بعد حكم دام ل4 سنوات. وهنا كانت أهم نقطة في تاريخ الأمة الأموية وهي انتقال الحكم من بني معاوية إلى المروانيين اللي هي جمع مروان، واللي كان أولهم مروان بن الحكم اللي 10 شهور برضه وتوفى للأسف. ومسك بعده عبد الملك بن مروان، اسم مميز جدا كلنا فاكرينه من أيام الدراسات الاجتماعية، اللي خد تقريبا 10 سنين بيوحد الصفوف بين المسلمين وبيقضي على الفتن ويقضي على الخوارج بمساعدة مين بقى؟ السفاح الحجاج بن يوسف الثقفي اللي كان بيجز الرؤوس على طول، ما كانش بيرحم أي حد مش بيبايع الخليفة الجديد. وتيجر كده كافئوا الخليفة وولاه العراق. وطبعا اخواتنا في العراق عارفين كويس جدا وقد ايه كان شديد وغليظ وعنيف. طبعا نتيجة الصراعات ديت الفتوحات وقفت الفترة دي كلها. ولكن بعد الاستقرار مباشرة استعاد الأمويين السيطرة على شمال أفريقيا لحد حدود المغرب. أما الفتوحات في آسيا كانت على خفيف شوية بعد ما توفى عبد الملك بن مروان بعد فترة حكم وفترة انتقالية مهمة جدا في تاريخ الخلافة اللي عدى بيها من الخلافات للاستقرار. استلم بعده ابنه الوليد اللي حصل في عهده در تاج الفتوحات الإسلامية وهي الأندلس، وده طبعا على ايد موسى بن نصير وطارق ابن زياد. طبعا ده يعد من اهم واعظم الفتوحات اللي اثرت في تاريخ العالم كله. والجدير بالذكر ان القاده موسى وطارق كانوا عاوزين يكملوا فتح اوروبا بالكامل، لكن للاسف الشديد عارض الوليد الله يسامحه الفتح. هذا ما تراه يا أمير المؤمنين. عزلهم ورجعهم دمشق لحد ما ماتوا هناك. ماذا لو الناس دي كانت كملت فتح اوروبا بالكامل وكانوا قادرين على دوت؟ لكن الله يسامحك يا عم الوليد. وده بالنسبه للفتوحات في شمال افريقيا. اما بالنسبه لاسيا كملوا لحد غرب اسيا كلها لحد حدود الصين. وجدير بالذكر ان المسلمين عمرهم ما دخلوا الصين، وده مش عشان هم جامدين او الكلام ده كله، لا، كان في اتفاقيه ما بين المسلمين والامبراطور هناك ان هو كان بيدفع الجزيه عادي، احنا مش هندخل الاسلام بس هندفع الجزيه، ولا تدخلوا ارضنا ولا نيجي جنبكم. وفتره الخلافه الامويه حاول المسلمين كتير جدا فتح قسطنطينيه لكن للاسف فشل. وطبعا اذا جبنا سيره الدوله الامويه لازم نجيب سيره طيب الذكر خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز حفيد الفاروق عمر. الخليفه عمر بن عبد العزيز اهتم بشؤون الدوله او الخلافه الداخليه واحوال الناس والمواطنين. في الفتره دي وقف الفتوحات، وكانت الفتره بتاعته حكم رخاء واستقرار، وكان بيبقى فيه فائض كبير جدا في بيت المال، ورغم ان حكمه ما كانش فتره طويله، كان 3 سنين تقريبا. وبعد فتره من تداول الحكم وصل لهشام ابن عبد الملك اللي كمل المسيره وحافظ على حدود
حدود الخلافة. والفترة دي تقريبا ما حصلش اتساع أو فتوحات كبيرة، لكن يكفي حفاظه على الحدود لحد ما توفى وكان آخر آل مروان. وللأسف من هنا بتبدأ مرحلة السقوط ونزاعات الدولة الداخلية، والخوارج ظهروا تاني. وهنا ابتدى ظهور بنو عباس وابتدوا الزحف نحو العراق، والأمويين اتفاجئوا بيهم، وعقبال ما فاقوا وحبوا يجمعوا بعضيهم تاني كان الوقت عدى، واللي قامت معركة كبيرة بينهم وانهزم فيها بنو أمية، وانتهت خلافة التوسع واللي دامت 90 سنة، كانت نقطة فاصلة في تاريخ الإسلام وانتشاره. ولك أن تتخيل معايا كده إن خلال 90 سنة من حكمهم 30 و40 سنة حروب داخلية، والفترة ديت وقفت فيها الفتوحات. تخيل لو كانوا ركزوا بس في الفتوحات وكملوا فتح أوروبا. التاريخ عجلة ودايرة وأحداث وبتتكرر، لكن للأسف الإنسان بيتعلم وبيفهم اللعبة بعد فوات الأوان. وهنا نكون خلصنا حلقتنا عن الدولة الأموية، وكل سنة وانتم طيبين. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.